بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام الله عليكم أيها الصائمون والصائمات، ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم صيامكم، وإن شاء الله يكون شهر رمضان كما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهر وعند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي. فلا بد من انتهاز هذه الفرصة العظيمة، وكما معروف الفرص تمر مر السحاب. نحن لا نعلم إلى متى، وهل أننا سوف نحيا إلى رمضان القادم أو لا. إن شاء الله تحيون، وإن شاء الله تكون أعمالكم مقبولة عند الله تبارك وتعالى. طبعا الصيام يجب أن نعلم أنه فرصة لتزكية النفس وللتقرب من الله تبارك وتعالى أكثر وأكثر، وللقيام بكل الأعمال الحسنة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان المسلم. تعلمون أنه يعني النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى إشارة جدا جدا جميلة ودقيقة حينما يتفضل ويقول: شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. يعني يجب أن تعلم أن لك حظوة عند الله تبارك وتعالى، عندك منزلة. أنت لا تدعو أي واحد إلى منزلك، وإنما تدعو من تطمئن إليه في إخلاصه، في محبته، في الجوانب التي ترتاح إليها. فكذلك الله تبارك وتعالى فتح هذا الباب العظيم لعباده بأن يكونوا في حضرته وعنده لكي يعني يستفيدوا وينتهلوا من فيوضات هذا الشهر العظيم. هل تعلمون أن هذا الشهر بكامل 30 يوما، لكن فيه ليلة واحدة، ليلة القدر، والتي نقرأ كلنا سورة القدر: إنا أنزلناه، نزول القرآن في هذه الليلة. وما هو القرآن؟ أنا ليس عندي المجال، وإن شاء الله سوف تسمعون في هذا الشهر الكثير عن القرآن الكريم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذه ليلة عظيمة جدا بحيث تكون أفضل من 1000 شهر. كيف نستطيع أن نقدر حياتنا؟ بل وأكثر من هذا، أنا أدعو أن تكون ليلة القدر هي حياة وتقدير للأمة بكاملها. أن الأمة الإسلامية اليوم تواجه تحديات كثيرة في أكثر من موقع، تحديات سياسية، اجتماعية، عسكرية، واقتصادية وغيرها. فلا بد أن تستلهم هذه الفرصة، فرصة شهر رمضان. وأنا أريد أن أقول فقط أنه جملة من خطبة النبي صلى الله عليه وآله: أن شهر رمضان ليس فقط هو صوم وصلاة ودعاء وكذا. لا، لاحظوا أنه يقول النبي في هذا عن شهر رمضان: ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه، من وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه. وهكذا يعني الأمور فقط ليست هي مجرد طقوس وعبادات، وإنما العبادة مخ العبادة هو هذه الأعمال التي يقوم فيها الإنسان. ومثلا في مجال في شهر رمضان قضية حسن الخلق، حتى يتعود ويتدرب على حسن الخلق. فيقول النبي صلى الله عليه وآله: يا أيها الناس من حسن خلقه منكم في هذا الشهر كان له جواز على الصراط في يوم القيامة يوم تزل فيه الأقدام. وهكذا يكون تعاملنا مع شهر رمضان إن شاء الله تعاملا واعيا، تعاملا فيه الكثير إن شاء الله من الفوائد الاجتماعية والنفسية والروحانية إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.